هو ليه الناس ما بقتش سالكه؟ احنا بقينا في زمن صعب قوي. اهلا بيكم يا ساده في زمن الاقنعه. ما حدش بقى عايز يتعامل بطبيعته، كل الناس خايفه تبين ضعفها او شرها او عجزها او اي حاجه وحشه فيها. عشان كده كل الناس بقت بتلبس اقنعه. الانسان الطيب بيلبس قناع علشان يحمي نفسه، والانسان الشرير بيلبس قناع علشان يعرف يضحك على الانسان الطيب. في ناس بقى بتلبس قناع علشان تقدر تعمل اللي هي عايزاه وتعيش حياتها بالشكل اللي هي عايزاه من غير ما حد يقول لها انت بتعمل ايه. الناس بتحب الحاجات الغامضه، الناس ما بتحبش الشيء الواضح. يعني لو شافوا انسان واضح وصريح بيفتكروا ان هو بيمثل عليهم، زي ما احنا شفنا كده في موضوع المطرب المعروف تيولي. هو كان ذكي جدا، انا بحيي ذكائه على فكره، ان هو قدر ان هو ياخد الترند بمجرد ان هو لبس قناع، بقى مجهول قدام الناس، عشان كده لفت نظر الناس كلها. طبعا في ناس كتير بتقول يا ريت الناس كلها سالكه، يا ريت الدنيا تبقى كويسه، يا ريت الناس كلها تبقى صريحه. بس تخيلوا كده معايا، لو احنا عايشين في عالم صريح وواضح كنا هنبقى عاملين زي الاطفال، زي افلام الكرتون بالظبط. يعني ما كناش هنتعلم اي حاجه في حياتنا، كنا هنبقى ساذجين جدا. وهي دي حكمه ربنا، ان هو يحطنا في الاختبارات دي عشان نتعلم منها. طيب ازاي احنا نعرف الناس على حقيقتها من ورا الاقنعه؟ اول حاجه الابتلاءات اللي احنا بنعدي بيها. الابتلاءات دايما بتوضح لنا مين الشخص الكويس اللي بيحبنا بجد وبيقف جنبنا مهما كانت الظروف، ومين الشخص اللي مش بيحبنا. الابتلاءات اول حاجه هنعرف بيها الناس من ورا الاقنعه، هنكشف بيها حقيقه الناس. طيب ايه اهم حاجه بقى عشان نعرف حقيقه الناس؟ ان احنا نتعامل بقلبنا بروحنا، يعني نشوف الناس من جوه من روحهم مش بالشكل الخارجي. ما تحكموش بالمظاهر يا جماعه، حاولوا ان انتوا دايما تتبعوا حدثكم واحساسكم، لان احساس البني ادم عمره ما بيكذب عليه، احساس البني ادم دايما صح. يعني لو انتوا حسيتوا ان الشخص اللي قدامكم ده ما بيحبكوش، صدقوا احساسكم. اللي جوه قلوب الناس من ناحيتكم طاقه بتحسوها بروحكم. اتبعوا روحكم يا جماعه. الدنيا عامله زي الحفله التنكريه، كل واحد فيها بيختار القناع اللي بيحبه والشخصيه اللي هو حابب يلعبها قدام الناس. انا عن نفسي هختار قناع البعبع، انتوا تحبوا تختاروا قناع ايه؟ كان معاكم غادة يسري، باي. ايه يا حسين، جبت لي القناع اللي انا طلبته منك؟ يا ده انا لفيت عليه مصر كلها، لقيت اخر قناع بالعافيه. من الواضح ان عليه طلب. يلا بقى يا ابني عشان ما نتاخرش على الحفله.